زي ما حضراتكم شفتوا في الفيديو، محمد علي الهارب في إسبانيا طلع وبيناشد الحكومة الإسبانية بعدم ترحيله إلى مصر، وباين عليه خايف جدا وقلقان جدا لأن في قرار صدر من القضاء الإسباني بترحيل محمد علي إلى مصر. الإعلامي مصطفى بكري كتب على حسابه على تويتر إن في قرار صدر من القضاء الإسباني بترحيل محمد علي إلى مصر، ولكن في اعتراض من بعض أعضاء البرلمان الإسباني بترحيل محمد علي إلى مصر. القاهرة 24 بتقول إن قرار ترحيل محمد علي صدر من حوالي أسبوعين، ولكن محمد علي لما سافر إسبانيا عمل علاقات مع بعض أعضاء البرلمان بحجة الاستثمار في المقاولات والبناء، وإنه ليه علاقات مع بعض أعضاء البرلمان. وحاليا البرلمان الإسباني معترض على ترحيل محمد علي إلى مصر. طبعا محمد علي مدان في عدة قضايا وصدر ضده أحكام في مصر، من ضمنهم الحكم المؤبد. محمد علي محطوط على قوائم الإرهاب، وأنا من هنا بوجه رسالة للهارب محمد علي وبقول له هي دي آخرة اللي يحرض على بلده ويبيع بلده، لازم ياخد أقصى جزاء. وياريت لو عجبكم الفيديوهات اللي بقدمها تدعمونا بلايك واشتراك في القناة.